حبايبي الحلوين، وضرب التليفون وقلت للتليفون ازاي الحال. ضحك التليفون وقال طولي بالك، اللي بيطول البال بيبقى عالي العال. وكان زمان ست عجوزة كان عندها دهب كتير خالص. في يوم من الايام 3 بنات اخوات قالوا نروح لست العجوزة ونجرب بختنا. البنت الكبيرة راحت قالت لست العجوزة اشتغل عندك وتديني ايه؟ ست العجوزة قالت لها شوفي يا بنتي، لو قدرتي واشتغلتي عندي وفضلتي عندي سنة هديلك كيس دهب. والبنت الكبيرة قالت اشتغل. ست العجوزة ادتها قدرة وقالت لها خدي القدرة وروحي البحيرة، اغسليها ومليها وشيليها وهاتيها. البنت الكبيرة شالت القدرة، ياه القدرة تقيلة وهي فاضية، امال لما تبقى مليانة. والبنت راحت البحيرة غسلتها وملتها، ولما جت تشيلها ما قدرتش تشيلها. البنات عند البحيرة شالوا معاها القدرة حطوها على راسها، والبنت مشيت خطوة خطوة ودتها عند ست العجوزة وقالت لها الحقيني مد ايديكي معايا نزلي القدرة. ست العجوزة قالت لها مالك طولي بالك، انا بطحن الدقيق وايديا مش فاضية. البنت وقفت والقدرة على راسها، القدرة شيلة تقيلة وهي ست العجوزة طحنت الدقيق. البنت قالت لها الحقيني بقى مد ايديكي معايا نزلي القدرة. ست العجوزة قالت لها مالك طولي بالك، انا بعجن العجين وايديا مش فاضية. البنت مش قادرة تطول بالها خلاص، البنت رمت القدرة من على راسها وسابت العجوزة ورجعت تاني لاخواتها. تاني يوم راحت التانية قالت اروح لست العجوزة انا، والاخت التانية راحت للعجوزة. ست العجوزة عملت معاها زي ما عملت مع اختها. حبايبي الحلوين، ان كنا امبارح ولا النهاردة ولا بكرة، الحواديت زي ما بقول لكم بتحب الفقراء. وكان يا مكان كان في زمان راجل غني ولا غني الا الله، والناس الغناي زيهم زي كل الناس، فيهم اللي طيبين وفيهم اللي مش طيبين. والراجل الغني في الحدوتة يا خسارة ما كانش راجل طيب. في يوم من ذات الايام كان في راجل فقير، والراجل الفقير كان عايز ياكل لقمة عيش، وعشان ياكلها دور على شغلة يشتغلها. والراجل الغني قال للفقير تعالى النهاردة اشغلك عندي، اطحن لي قمحتي واخبز لي لقمتي وكنس لي بيتي وعبيلي زيتي، وفي الاخر اديلك رجلين فرختي. والراجل الفقير فرح، هيشتغل قد ما يشتغل وهياخد رجلين الفرخة، وبالليل ياكل